جبت لكم متوم مع السر اللي يخلي لاصوص عاقده لي بولاتي جو طريين. تبعوا معايا. كانت عندي شويه كفته تاع اللحم احمر، زدت لها ملح حرور وشويه تاع الكمون، ما كتروش الملح، حبه تاع البيض، خلطتهم مليح ونديروا زوج مغارف تاع الفارينه باش من بعد يعقدونا ديك لاصوص، نخليهم في الفريجيدير ونروحوا للطاجين. ومن نقولوا متوم نقولوا الحمص، وانا دائما راني نستعمل حمص رابحه الملكي، دائما ننفخ كونتيتي كبيره في الكونجيلاتور ومن نسحق غير نجبد. درت منه كاس وقليت ذاك اللحم على زوج جوايه، من بعد زدت له شويه ملح حرور كمون عود قرفه والثوم كترو. مور ما تقلاو لي شويه نزيدوا الماء حامي، نخلطوا هذوك المكونات ونجيبوا الكوكوطه ونبلعوها. غير طيب معانا واحد 30 مينوت 40 مينوت، نجيبوا ديك لي بول تاع الكفته وانا ما نبلعش عليها، نخليهم يطيبوا غير هكا. واصلا غير يشموا ديك لاصوص يطيبوا لكم بالخف. زوقته باللوز، شويه تاع المعدنوس، لي طرونش تاع الليم، وتتحصلوا على اجمل متوم. ما تنسوش تاورجيستروه وتبارطاجوه، تسحقوه في رمضان. ساعة قبل الأذان تحضريهم بلا عجن بلا دلك وبلا تخمار. في الدقيقة 90 ديروهم وترافقوا بهم شوربتكم ولا حيرتكم بواحد الحشو مشخشخ ومشمخ مع واحد لاصوص حية وصاي. وإلا بغيتو طابلتكم تزيان ما عليكم غير تجربوا وصفات بوزيان. حبة تاع البصل قطعتها، زدت لها شويه تاع الزيت شويه تاع المارغرين وخليتها تقلى في طاجين، مورف تاع المارغرين مورف تاع الفارينة ونخلطهم مليح. نزيد لهم كاس تاع الحليب يكون حامي ونخلطوه مليح ونضيفوه بالتدريج. من موراها ما تقال معايا هذيك الكريمه نزيدو شويه تاع الجبن ونخلطو غايه، نزيدو توابل ملح حرور ونزيدو التوابل تاع الجبن. نروح لهذاك الحشو تاعي درت له الكفته تاع الدجاج، ملح حرور كركم والتوابل تاع الدجاج. نزيد له شويه من هذيك الكريمه مع المعدنوس ونروحوا للمكون الرئيسي تاعنا واللي هو خبز التورتيا من عند لا كازا دي تورتياس. ما يتقطع ما يتكسر، طبقوه كيما راكم باغيين. هنا نقسمها على زوج وبعدين نقلع على ثاني هذوك الاطراف، نديروا حبه هاك حبه هاك كيما علامه الزائد، نحطوا داك الحشو نزيدوا له فرماج ونبلعوا بشكل معاكس. نبلعوا هذوك الحبات تاعنا، راني درت معكم زوج حبات باش تفهموني مليح. نجيب هذيك الكريمه اللي كانت بردت، شوفوا القوام تاعها كيفاش يولي، ونبدا نديرها هكا من الفوق فوق هذوك الخبزات تاعي. دروك نزيد فوقها الفرماج، نزيد شويه طوماطي سوريز ونزينها بالخشخاش، ندخلها في فرن يكون حامي مليح ونشعل عليها من تحت وبعدين نشعل عليها من الفوق، وتكونوا تحصلتوا على اجمل مملحه لهذا رمضان. ما تنسوش الجيم والكومنتير والبارطاج. من تبحال لي شندير في رمضان غير هذا الطبق اللي سلكني، بحبه تاع البصل حبه تاع البيض 20 كفته، وانا درته يجي بزاف بنين اقتصادي وبمكونات متواجده في اي بيت. وإلا بغيتو طابلتكم تزيان ما عليكم غير تجربوا وصفات بوزيان. نجيب ديك 20 تاع الكفته، نزيد لها ملح حرور، توابل تاع الدجاج، حبه تاع البيض، شويه تاع البصل، ونلمها بلا شابلير حتى تولي لي هذيك الكفته تنتلم في اليد تاعي. جبت شويه جبن كان عندي في الفريجيدير، نحل هذيك الكفته ونحشيها بهذاك الجبن، نشكل هكا كيما الاصابع تاع الكفته. نروحوا للمقله على نار قليله، شويه مارغرين شويه تاع الزيت، نحطوا هذاك البصل اللي قطعناه الاول نخلوه حتى يدبال مليح. من ما يدبال نجيبوا زوج فصوصه تاع الثوم يكونوا متوسطين ونحطهم في داك البصل مع شويه تاع المعدنوس. نزيد لهم الشامبينيون اللي كنت غسلته مليح، الا ما عندكمش ما ديروش، الا عندكم يجي بزاف شباب. نزيد معاهم ديك الكفته ونخليها تقلى مع هذاك الشامبينيون. نبدا نقلب في ديك الكفته مليح مليح باش تشرب هذيك البنه تاع الشامبينيون، ونقلعها من بعد مور ما تحمر. من نقلعها نخلي داك الشامبينيون يزيد يتقلى مليح، نزيد له مغرف تاع الفارينه ونمرق بزوج كيسان تاع الماء. انا كان عندي مرق الدجاج، تقدروا ديروا ماء حامي نورمال. نمرقوا على حسب الكميه تاع المقله تاعنا. نزيد شويه توابل تاع الدجاج ونزيد شويه تاع الحرور، نخليه يطيب مليح حتى يتجمر ويعقد. نزيد عليه ديك الكفته نخليها طيب معها هاد الخمس دقائق، وراكم تحصلتوا على اجمل طبق محشي بالجبن بزاف بنين اقتصادي ما فيش صوالح بزاف، اي واحد يقدر يديره. ما تنسوش تبارطاجوا لا غوسيت، ديروا لها حفظ وتخلوا لي جيم وتعليقاتكم، لان التعليقات هما اللي يشجعوني باش نزيد معكم وصفات واحد اخرين. شوفوا لي كيفاش يجي محشي من الداخل بصحتكم. في رمضان هذا هو الطبق اللي غادي نحطه اول يوم في طابلتي ان شاء الله. المسكوتشو المالح كنت درتها لكم في واحد 3 سنين وبزاف يجي شباب وبنين وكل واحد ينوع فيه. هنا عندي كفته تاع الدجاج بياض بيضاء شويه تاع المارغرين ملح حرور توابل تاع الدجاج، ونلمو بلا شابلي وزوج مغارف، كورتهم كويرات كبار وصغار ونقليهم في زيت حامي حتى يحمروا لنا مليح. نقلعهم نقص داك الزيت، ندير حبه بصله صغيره حتى تحمر، زيد عليها زيتون كنت غليته في الماء، الزروديه، نقليهم مليح ومن بعد نزيد ملح حرور
كركم ونمرق بالماء حامي. نروحوا للمول تاعنا، ديروا اي مول متوفر عندكم في الدار، نجيبوا بابي كويسون من عند ميرا بلوس. كما قلت لكم راه جاي رمضان، من احسن تشرو تاع ميرا بلوس هذا الكبير، تخلوه يساعدكم بالبزاف. طبقته مقصته في الوسط وحطيته في هذاك المول. هنا نجيبوا شويه تاع الفرماج، ملح حرور، توابل تاع الدجاج، 4 حبات تاع البيض ولا على حسب الكميه اللي راكم ديروها نتوما، ممكن اقل. زدت شويه كريمه الطبخ اختياريه، بطاطا مقليه، ونخلطوا كلش. الا عندكم معدنوس ديروا، انا ما كاش عندي. من بعد اش ندير، نجيب ديك الكفته الكبيره ونديرها في الوسط محشيه من الداخل، ندخلهم يطيبوا على اعلى درجه من التحت. ومن بعد نقلب المول تاعي. ندير دروك، نجيب كريمه الطبخ نديرها من الفوق، تقدروا ديروا غير الفرماج من الفوق اختياري تاني، وتخلوهم حتى يحمر من الفوق. هذاك الزيتون المرقه زدت له شويه كريمه الطبخ، نخلطهم ونخليهم يبقبقوا هكا فوق النار يغلاو. ندير هذاك الزيتون تاعي، وبغيت نوريكم شويه تاع الكواليس. من فرغت لاصوص بلامر متاه ودي دائما تصرالي، مسحت كاع لو برون طرافاي تاعي ببابي سويتو. هاو الطبق تاعنا راه واجد، دروك معينا غير نزوقو، نحطو سيرفيسا، قارفو وخدمي ويقطع لكم كميه كبيره. نقول لكم بصحتكم، مع السلامه. في رمضان دائما نبغي نوع لهم في الكراتان، بصح هذا الكراتان باذن الله غادي يولي معتمد عندي، وخطر على خطره نعاوده. كراتان صوص مورني بنين وما فيهش كاع صوالح بزاف، بالخوف يوجد. في كاسرونه جيبوا 2 مغارف تاع المارغرين مشي معمرين، 3 مغارف فرينه معمرين، نحطوهم فوق النار حتى يذوبوا في رحبه، ونبدو نزيدوا في الحليب. انا زدت 2 كيسان تدريجيا حتى تقالت معايا فوق النار. نزيد ملح شويه حرور، وندير لها بلاستيك غذائي ونخليها على جهه. نجيبوا هنا الطرف تاع السكالوب تاعنا، نقطعوه، نقلوا البصل مع هذاك السكالوب في زيت وشويه دهان، نخليهم هكا يتحمروا. وبالنسبه للفرماج غادي نستعمل الجبن الريكوتا من عند كومبانيلا، يعطيني قوام كريمي وبنه بزاف شابه. زدت له 4 حبات تاع البيض، ملح حرور، التوابل تاع الدجاج، ونجيبوا ديك البيشاميل اللي كانت بردت، نخلطها، نخلطوا معها تاني الدجاج. تجيبوا اي مول يدخل الكوشه، ديروا طبقه من هذيك لاصوص، تزيدوا من الفوق البطه مقليه، تقدروا تزيدوا ميم الشامبينيون، ونغطوه من الفوق تاني بديك الصوص البنينه. نروحوا للتحميره الشابه اللي تجينا من الفوق، واللي نستعمل فيها الموتزاريلا تاع كومبانيلا. تقدروا تخدموها في الحشو، كما تقدروا ديروها من الفوق في لي كراتان في لي بيتزا. حطيت الموتزاريلا، الفور تاعي كان حامي، وغير قد ما نشفوا شويه من تحت شعلت من الفوق، داو ديك التحميره. وبصحتكم، سلام.